بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل كوارع. أنا جبتها الأول من عند الجزار، نقعتها في ملح وخل ومية، بس غسلتها الأول. بعد كده صفيت المية ورجعت حطيت عليها خل ونقعتها برضو شوية كبار. دلوقتي بقى هنا معانا مية مغلية، يعني المية المغلية دي مش هتستوي فيها. أنا غليت مية بس يعني ايه عشان ما تبقاش فيها حاجة برضو. ماشي. دلوقتي بقى هنزل بالكوارع في المية دي، اديها غلوة كده، وبعد كده ايه هنطفي عليها ونصفيها ونغسلها ونبدأ بقى في السوى الأخراني. الناس بقى اللي بتقول يا تركن على جنب، عشان مينفعش حد يقول يا على الكوارع الصراحة. بس انا كان نفسي فيها قوي، واحنا وصلنا عليها امبارح. المية عايزة تتصفى شوية. مش مشكلة، نطفي بس ونطفي عليها. هتاخد غلوة كده في النار، وبعد كده نطفي عليها ونغسلها ونيجي بقى نيجي بقى السوى الأخير. شوية هرجع لكم تاني. انا كده عطيت الكوارع غلوة حلوة اهي. هطلعها بقى واصفيها من المية واقول لكم هنعمل ايه. بس واحنا بنفضل المية دي في الحوض، لازم نسمي الاول قبل ما نعمل حاجة، عشان ما نلسعش او ما نأذيش اخواتنا. ماشي. فيعني بالراحة واحنا بننزل المية دي، ونسمي الاول قبل ما ننزلها. نسمي كذا مرة قبل ما ننزل مية اي مية سخنة. دلوقتي بقى انا خلاص في نفس الحلة كده، احط حتة سمنة وعندي هنا حبهان اهو، احطه كده، ورق لورا، ومعايا بصلاية قطعتها 4 اهي. هدي الحاجات دي تشويحة مع نفسها، هتعمل ريحة حلوة. البصل مع الحبهان مع ورق اللورا هو اللي بيديها ريحة حلوة. كده هي قدحت شوية اهي. هنبدأ نسمي كده، ونبدأ ننزل الكوارع، نديها التشويحة كده او الصدمة. عشان سخنة مش عارفة نسيبها بايدي. كمان الصوت ده كده هو لازم يكسر الصوت ده. طبعا دي ما ينفعش انها تتحرك بالمعلقه كده وتقلب بالمعلقه زي اللحمه. هنمسك الحلقه دلوقتي ونعملها من تحت فوق كده. وطبعا مش عارفه اعمل الحركه دي. أنا الجندي الملهوف. فالجوز الشطور بقى هو اللي هيقلب الحلقه. يلا يا بطل. بطل. البطل ولع في البطل ولع في الفوط. بسم الله.
دلوقتي بقى نبدأ ننزل بالمية عشان تستوي. دلوقتي احنا حطينا بس شيل الريم. ريم ايه؟ مش هتطلع ريم. مش ده خالص. طالما احنا عطيناها غلوة يا جماعة يبقى هي على فكرة مش هتطلع ريم خلاص، زي الشوربة اللي هي عادة تحت اللحمة. هي ده الإدام بتاعها مش ريم. ماشي. دي كده بقى هتغلي هتغلي، وبعد كده ايه نحط لها لما تبدأ تدخل في السوا يعني نعملها التقلية وكده. بعد كده هنغطيها ونسيبها تستوي بقى. انا هنا حمرت العيش طبعا عشان الكوارع لازم يبقى معاه فتة. وهنا جبت توم مهروس للتقلية بتاعت الكوارع. وده الرز انا اللي عامله. وده الرز حسام هو اللي عامله. انت كده ماشي. يعني هعمل في الطماطم هعمل فيها كده لحد ما تصفر شويه. وريهم بقى الكوارع. افتح البتاع. وادي الكوارع استوت وحطيت فيها ملح وفلفل. التوابل بتاعتها ملح وفلفل بس. وكده التوم اصفر خلاص. هنزل بقى عليه بالخل. التقلية يا جماعة. كده احنا حطينا التقلية بتاعت الكوارع اللي هي التوم طبعا التوم بالسمنة او من اي حاجة يعني والخل. ماشي. هنا بقى معانا حبة توم هننزل عليهم وخل. هننزل عليهم بعصير الطماطم دلوقتي. وكده الكوارع بتاعتنا خلصت اهي وغرفتها. حطيت طبعا العيش فوق. انا مش بحب احط على الرز شوربه عشان ما يطراش. يعني انا بتعب في تحمير العيش، مش معقوله بعد ما هتعب فيه ارش عليه شوربه طريه اكتر. ماشي. ادي الكوارع بتاعتنا اهي والرز والفته والشوربه اهي. واحلى اكله جباره بقى في الشتاء كان نفسي فيها قوي. يلا تعالوا كلوا معانا بقى. باي باي.